خلاص عليك ابو جاسم. بعد روح حياك الله على عبود حبيبي. قلت لك محتاج فلوس. شو اسوي بيه؟ بدي اشرب مخدرات، ما عندي، جسمي كله يحكي. الله حبيبي ساعدني. عندي جماعه يوفروا لك طلباتك. ماشيني بشرط. قول. تسوي لهم المهمه. صايرين اسوي لهم كل شيء يريدون. اسعد. لا تخاف عيني ما لك شيء. بعد وقت علاوي ايش فيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو عقرب علاوي ما رصدكم شوي. حياك الله ابو عقرب. قلبي ابو جماعه شلونك؟ الله يخليك استاذ شلون صحتك؟ الله يجزيك. عبودي حبيبي هاي الجماعه هذا حد وياك وترخصوا. استاذي جابوا يوم الجمعه هنا وايد فلوس من عندكم وقالوا مهمه اسويها وانا حاضر سيدي. سوي المهمة الأولى وتاخذ الدفعة الأولى من الفلوس. سوي المهمة الثانية تعطيك ضعف. نعم. فأنت راضي؟ راضي بيه. لا وجيب له الغراض. هاي الغراض. تفتح الباكيت وترش بيه وتذبه بمكان عام. تيجي تستلم فلوسك. مراقبينك ولا تحاول تغشنا. إذا مهمتك تصور المهمة تجيبها انت تجي تستلم فلوسك. توكل الله. اقول لك. قول حبيبي. ما عندك سجاير؟ لا والله ما عندي. انت ما عندك؟ لا والله ما عندي. كم شيء انه راح نشتري؟ ايش بيك توش؟ هو اكو واحد عنده فلوس بهالوقت هذا، بس ابن المسؤول عنده فلوس. تمشي نمشي خلينا نقعد هناك. نمشي يلا امشي هاي دور. ابغى سجاير. واجد قاعد الضلع وهذا مال البلاء تخبط احنا واجد دائما تبلي وش حلو. ورقي هذا باكيت متروك شلون يكفيني؟ ايه وين طبعا يكفي والله بيطلع. استاذ كملت المهمة، اثنين ماتوا ومجموعة من الشباب دمنوا عليها وهذا الدليل. اريد الدفعة الأولى هسه. لا وجيب له الدفعة الأولى. سدد الباب.
ان شاء الله الشباب استفادوا من هذا المقطع البسيط انه ما يشيلون اي باكيت جيار من القاع، لان هي تكون مسممة او بيها مخدرات تخليه يدمن على هاي الشغلات. فاللي اريده من عندكم تشاركون المقطع الى جميع اصدقائكم المدخنين او صديقك اللي يعتاز فلوس يلتجئ لهاي الشغلات، ويا ريت تنصحوهم وتخلوهم يبتعدون عن هاي الشغلة وشاركون المقطع لجميع اصدقائكم. وشكرا لكم وان شاء الله داعمكم وأنا وراح نستمر وياكم وفديتكم شلع قلع حبايب قلبي، وشكرا لكم للمتابعة.